ازيكم يا جدعان؟ فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن افضل مسلسلات مصريه قصيره لازم تشوفهم. يمكن الفكره دي مش منتشره عندنا قوي، فكره المسلسل 10 او 15 حلقه المكون من 1 سيزون، ولكن في حاجات فعلا اتقدمت على مستوى جيد جدا ان لم يكن متميز. فخلونا نذكر بعض من هذه الاعمال. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ده فعلا بيساعد، ويلا بينا نخش على القائمه. هنبدا باول مسلسل معانا وهو مسلسل تحقيق. مسلسل تحقيق احد المسلسلات المصريه اللي ما خدتش هايب كبير، يمكن عشان بطوله شبابيه ومخرج شاب لحد ما، ولكنه كان عمل متميز من الناحيه الفلسفيه، او ان هو عنده حاجه فعلا عايز يقولها. فيجوالز من اروع ما يمكن هو يكون احسن تصوير بالنسبه لي انا شفته في اي عمل مصري او عربي. يمكن كادرات متميزه، سينماتوجرافي مبهره، الوان، كولر ثيم وكولر باليت، مزيكا جامده جدا وبتخدم احداث المسلسل. المسلسل بيحكي ببساطه عن شاب بيلاقي كتاب، فبيبقى فيه جرائم قتل بتحصل، وفجاه بيكتشف ان جرائم القتل دي بتحصل في الحقيقه، فبنخوض معاه رحله الكشف عن كل الاسرار ديت، وبنبدا نكتشف حاجات جديده مع كل حلقه. حقيقي مسلسل متميز متعوب عليه، اداءات تمثيليه متميزه من معظم الممثلين على راسهم احمد مالك. مسلسل تحقيق تحسه كده حاجه إيليجنت، فاهم، حاجه شيك كده، منظم ومتماسك، حواراته جميله جدا، والحقيقه ما فيهوش ولا لحظه ملل. الالغاز كانت مسليه وحلوه جدا، ويمكن كان في حاجات اول مره نشوفها. فلا بصراحه تحقيق بالنسبه لي مسلسل جامد جدا، ولازم تروح تتفرج عليه. مسلسلنا اللي بعده وهو مسلسل مين قال. المسلسل ده ممكن يلمس فئه كبيره جدا من المجتمع، وهي فئه الطلاب. دايما الطالب مكبوت وحاسس ان اهله لما بيفرضوا عليه هيعمل ايه وهيدرس ايه وبيحب ايه وما بيحبش ايه. المسلسل ده بيناقش الفكره دي، فكره ان انت تبريك ثرو وتحقق الحاجه اللي انت نفسك فعلا فيها. مسلسلنا بيحكي عن ولد شغوف بالاعمال الورقيه يعني، او الحاجات اللي بتتعمل بالورق، وابوه عايزه يخش هندسه وبيدخله فعلا كليه هندسه، ولكن الولد بيقرر ان ده مش مكانه، وعايز يتفرغ لهوايته اللي شايف ان هي ممكن تتحول لبزنس. وبس بناخد معاه رحلته في تحقيق حلمه ومحاوله اقناع اهله وخصوصا ابوه انه فعلا الحلم يستاهل. مسلسل جميل متميز، حوارات لطيفه، معظم الاحداث جميله، ما فيهوش لحظات ملل، اداء متميز جدا من احمد داش وطبعا جمال سليمان. مسلسل مين قال من الحاجات اللطيفه اللي بيديك فايب كده لذيذه جدا وانت قاعد بتتفرج عليه، والحقيقه لازم لو ما شفتوش تديله فرصه. عمل جميل يعني، ده كله اللي اقدر اقوله عليه. ومسلسلنا التالي وهو مسلسل الرعب او الاثاره او التشويق، الغرفه 207. المسلسل اول ما نزل طبعا خد هايب جامده جدا وخد ضجه كبيره قوي، وكنت دايما شايف ان المسلسلات اللي بتاخد هايب او حاجه زي كده بتطلع في الاغلب مش حلوه، ولكن الغرفه 207 كان ابعد ما يكون عن المسلسل السيء. احداثه كانت معظمها متماسك، في حوارات متميزه، بيحاولوا فعلا يعملوا حاجه في شويه، مش هقدر اقول عليها رعب، هي فاهم ثريلر، فاهم اثاره، تشويق بتاع. استمتعت جدا بوقت الحقيقه وانا بتفرج على المسلسل. اداءات تمثيليه جيده جدا خصوصا من يوسف عثمان، شاوت اوت كبير طبعا ليوسف عثمان، وطبعا بطل المسلسل محمد فراج عمل اداء متميز. عجبني جدا فكره العالم اللي قرروا يبنوه جوه الفندق اللي موجود في مطروح، ما حسيتش قوي ان في حاجه كرنجي او حاجه اوف تيون. حقيقي المسلسل عجبني جدا واستمتعت بوقتي يعني. معظمكم اكيد سمع عن الغرفه 207 وممكن يكون المعظم شافه، ولكن اللي ما شافوش هو فعلا يستحق التجربه. مسلسلنا التالي وهو مسلسل ما وراء الطبيعه. وما ادراك ما وراء الطبيعه. احمد امين ملك الكوميديا في دور مختلف تماما، في دور رفعت اسماعيل. والحقيقه المسلسل كان متميز بدرجه كبيره جدا جدا جدا. فكره ان انت تحول عمل روائي الى مسلسل وتنجح فيه ويطلع متنفذ بشكل جيد، الناس اللي قرت والناس اللي اتفرجت ما حسوش ان في اي حاجه كرنجي. اخراج كان متميز جدا وبيلبي الغرض بالملي. حبيت جدا اداء احمد امين، كان مختلف، يمكن ده كان اقوى اداء تمثيلي انا اشوفه لاحمد امين، ومن اقوى الاداءات التمثيليه للممثلين المصريين عامه في الفتره الاخيره. ما وراء الطبيعه برده كان معمول له بروباجندا كبيره جدا على نتفليكس وحاجات زي كده، وبصراحه طلع قد التوقعات. شايفه من المسلسلات المصريه الجيده جدا اللي قدرت فعلا توصل حاجه اخراجيا، تمثيليا، على مستوى الحوارات، على مستوى الكتابه، كل شيء كان بيحاول فعلا يوصل حاجه، طبعا بالاضافه الى التصوير والسينماتوجرافي اللي كانوا حاجات اول مره نشوفها في عمل مصري تقريبا. فلا ما وراء الطبيعه من المسلسلات العظيمه، وانا شايف ان هو في الفتره اللي جايه هيبقى من الكلاسيكيات اللي الناس بترجع لها. والمسلسل الاخير معانا وافضل مسلسل مصري انا اتفرجت عليه وهو مسلسل في كل اسبوع يوم جمعه. المسلسل ده كان مفاجاه بكل المقاييس. مسلسل كان مفاجئ من ناحيه كل العناصر، مفاجئ قد ايه هو كويس اصلا. فكره ان انت تجيب منة شلبي وآسر ياسين وتقنعهم بادوار زي دي، ده مش سهل. فكره ان آسر ياسين يهين نفسه في دور زي ده، الراجل ده فعلا جعان تمثيل يا جدعان. الراجل ده فعلا عنده استعداد يهين نفسه ويتقمص اي شخصيه. حقيقي واحد من اكتر الحاجات اللي صدمتني واتفاجئت بجودتها في الاعمال المصريه، على مستوى القصه، على مستوى الكتابه، على مستوى الحوارات، تصميم المشاهد وتصميم الكاركترز ذات نفسهم، العبء الشخصي على كل كاركتر منهم عامل ازاي واثره ايه عليه وعلى الناس اللي حواليه. كل اسبوع يوم جمعه مسلسل متماسك جدا لدرجه ان انا ممكن اقارنه مع اعمال غربيه. انا شفت حاجات اجنبي اوحش منه بكتير. كل اسبوع يوم جمعه مختلف عن الحاجات اللي كانت بتتقدم في مصر ساعتها. انا عجبني جدا المسلسل وما زلت متمسك عند رايي ان هو افضل حاجه انا شفتها
شفتها بالنسبه للمسلسلات المصريه القصيره. وبس لحد هنا نكون خلصنا حلقتنا السريعه الجميله اللطيفه اللذيذه دي. سيب لي تحت في الكومنتس ايه مسلسلك القصير المصري المفضل، وكالعاده ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ده فعلا بيساعد اخوك. وبس كده حبيب اخوك فركش.